من الأكلات المصرية الجميلة اللي حبوها قدماءنا المصريين، ملوكهم كمان، كانت بالنسبة لهم الأكلة المقدسة في الأعياد والمناسبات، واللي لحد النهاردة بتفكرنا بلمة كل حبايبنا في العيد الكبير، الفتة المصري. يلا نشوف هنعملها ازاي بتركات سهلة وبسيطة ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة انا عندي كام رغيف كده من العيش البلدي، هقطعه لمكعبات واحطه في الصينية اللي هدخلها الفرن عشان يتحمص. لكن التركية المهمة هنا قوي ان انا هضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي وفلفل اسمر ورشة من الملح والثوم الفريش المفروم، وكمان ضفت لهم رشة من الكمون. قلبت كل ده كويس قوي مع بعضه وهدخله الفرن يتحمص لحد ما يطلع عندنا بالشكل ده. يلا بينا بقى نعمل اللحمة. معلقة زبدة بلدي كبيرة على النار، وهنضيف لها مكعبات اللحمة بتاعتنا بالشكل ده. هنقلبها بس كده كويس تاخد صدمة، وبعدين هنضيف لها التوابل بتاعتنا: عود قرفة، ورق لوري، حبهان، مستكة، ملح، وبصلة مكعبات، ومعلقة صغيرة من الثوم الفريش المفروم، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من السكر. هنقلب كده كله مع بعض تاخد لون، ونشوح كل ده مع بعض كويس قوي. وبعدين هنضيف المية بتاعتنا وهنسيبها يا جماعة تتسبك كويس قوي عشان تكون اللحمة دايبة، تاخد وقتها على النار وناخد منها كمان شوربة طعمها حلو قوي. يلا بينا بقى نعمل الرز الأبيض بتاع الفتة بتاعتنا. معلقة كبيرة من السمنة البلدي على النار، وهنضيف لها حبهان، مستكة، ورق لوري، عود قرفة، وقرنفل مطحون نص معلقة، وجنزبيل مطحون نص معلقة. وهنضيف كمان بصلة مفرومة ناعم قوي صغير. هنشوح كل ده في السمنة البلدي على النار لحد ما البصلة تاخد اللون ذهبي كده. وبعدين هنضيف شوربة اللحمة اللي عملناها سوا مع بعض، وهنظبط طبعا الملح حسب الرغبة. بعدين هنضيف هنا الرز الأبيض بعد ما غسلناه وصفناه كويس قوي، وهنسيبه بقى يتشرب. هنبدأ نحضر الصلصة بتاعتنا. معلقة زبدة بلدي على النار، هنضيف لها معلقتين كبار من الثوم الفريش المفروم، وبعدين هنشوحها كده كويس تاخد لون. وبعدين هنضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وبعدين هنضيف عصير الطماطم بتاعتنا ومعلقتين كبار من الصلصة. بعدين هنضيف التوابل ونسيبها تتسبك: معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومن الملح، ومعلقة صغيرة كمون، ونص معلقة من السكر. هنعمل بقى هنا تركاية صغيرة للحمة الفتة بتاعتنا: معلقة من الزبدة البلدي على النار، ومعلقة ثوم مفروم، وهضيف اللحمة اللي سلقناها مع بعض، وهشوح كل الكلام ده مع بعض ياخد لون. وبعدين هضيف الصلصة بعد ما اتسبكت اللي عملناها مع حضراتكم على اللحمة كده، واسيبها شوية اقلبها تاخد الطعم. وبعدين انا هجيب فحمة هنا على النار وهحطها في ورقة فويل وحبة زيت صغيرين كده، واقفل عليها بس تاخد طعم وريحة الفحم. وفي طبق التقديم بتاعنا هناخد نص العيش المحمص اللي عملناه مع بعض، وهنضيف عليه معلقة من الشوربة اللي عملناها للحمة، ومعلقة كمان من الصلصة، ونقلبهم شوية مع بعض. وبعدين هنضيف الرز الأبيض بالشكل ده على العيش المحمص،
وبعدين هنوزع باقي العيش المحمص اللي عندنا على الوش كده، وبعدين هنضيف اللحمة. تابعونا على طعمها ايه. لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم، بألف هنا.